حياتنا يجب أن نكون على مستوى عالي من الصدق ومن الشفافية ومن التعاون حتى نصل إلى الحقيقة أن قرار الحزب، قبل ما أقول قرار الحزب بعدم المشاركة، وإحنا قاعدين اجتماع حزب، لكن صدر بيان من جماعة الإخوان المسلمين أمس 15 تقريبا بيدين كل ما حدث في مماطلات من المجلس الأعلى العسكري على إخوان أونلاين. وأنا شفت البيان امبارح، وده معناه إن يعني إحنا يمكن نتحقق أيا كان، لكن بصراحة قرارات عدم مشاركة الحزب في موضوع التحرير سواء له إيجابياته أو له سلبياته يجب أن يكون له آلية غير الموجودة. إحنا كأمانة محافظات ما حدش يقدر يستشير، وبالتالي أنا عند اجتماع أمانة محافظة يعني بعد هذا اللقاء أنا سأعرض باسم حضراتكم كمؤسسين وكأعضاء في بنك السد أنه يجب أن نطمئن جميعا إلى آليات اتخاذ القرار أنها تنسجم مع الجو العام لأعضاء حزب الحرية والعدالة. فالآلية دي لابد إن احنا نضمنها، وأنا قاعد إن أنا أوصل هذا الموضوع أنه يجب أن تتغير آليات اتخاذ القرار بما يضمن على الأقل أنه يتم استشارة أمانة المحافظات. أما أنه لا يتم حتى استشارة أمانة المحافظة فأنا لا أستطيع أن أرد على تساؤل ليه إحنا ما شاركناش بالمليونين. فخلينا يعني على مستوى الصدق والشفافية في وسط هذا الزحام، لأن أنا مش بقول الكلام ده إن أنا يعني القائمين على الحزب 4 لحد يوم السبت اللي فات 4 قبل اختيار المكتب التنفيذي يكاد يكونوا بيعملوا 24 ساعة. كفاية التحالف الوطني اللي فيها 40 حزب واللي بيعملوا فيهم كفاية، لكن لابد أن نحترم ما قيل من أخونا الأستاذ ولاء، وأنا أوافقه على أن موضوع السفارة وغيره هناك أصابع تلعب، نحن لا نأمن شرها ويجب أن يكون هناك آلية لصدها. أما ما أثير من الزميل الفاضل المهندس عصام إدريس في إن مفيش فعاليات للحزب، الحقيقة إحنا اللقاء بتاع النهارده كان من ضمن مستهدفاته إن إحنا نسمع اقتراحات خاصة بالحزب لتفعيله في بنك السد. كان من ضمن الاقتراحات، وأنا أأمل إن في الثلث ساعة اللي فاضلة أو نص ساعة إن يبقى في ورقة على الأقل تلف بأي مقترح حتى يكون هناك اللجنة المسؤولة، واحنا اخترنا اللجنة المسؤولة يا اخوانا لأن ما حصلش تشكيل اللجنة المسؤولة. اخترنا أعضاء المؤتمر العام ومعهم من يريد من المؤسسين يديروا العمل لحد ما نبقى ننتخب ناس أمين حزب وأمين وحدة حزبية وهكذا. فأنا أرجو إن من القائمين على المكان اللي فيه ورق يلف وأي مقترح أو يدخل على الفيسبوك، وبرضه يبقى فيه اهتمام بصفحة الفيسبوك. أما النقطة الأخيرة إن إحنا يعني في ناس من المتناولين أو غيرها، نحن ليس لدينا يعني مغنم. نحن نعلم تماما إن إحنا داخلين على أصعب مرحلة في تاريخ مصر، وأنا أقسم بالله العظيم لولا شعوري بأن هناك واجب وطني شرعي بعدم يعني التخلي عن الساحة السياسية في هذا الوقت لكان أهون بكثير جدا إلى تجنب هذه الساحة في هذا الوقت، لأن الوقت القادم وقت صعب جدا 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 في البناء والعمل المتواصل، لأنك أنت تريد أن تقيم دعائم دولة مش من الصفر، ما من تحت الصفر، إنك توقف باب الفساد، وإنك ترجع الأرض لمصر اللي هي يعني اتباعت أو اتهادت، وإنك ترجع الأموال المنهوبة. كل ده أنت بتبدأ من تحت الصفر، فالله المعين بإذن الله.